أهلا وسهلا بيكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. خبر عاجل ومنذ قليل، أنباء عن وفاة شخصين وإصابة آخرين في الانفجار الذي وقع بدير الأمير تدرس. كشف مصدر عن اندلاع حريق نتيجة انفجار اسطوانة غاز في مبنى تابع لدير الأمير تدرس بحارة الروم في محافظة القاهرة. وأوضح المصدر أن الحادث نتج عنه وفاة شخصين اثنين، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين وهما في حالة حرجة بالمستشفى. وقالت مصادر أنهم سمعوا انفجار كبير في وسط الدير، وصار هناك حالة من الخوف الشديد بين الناس، وجاءت الحماية المدنية بسرعة شديدة وتمكنت من إخماد الحريق قبل أن تحدث كارثة أكبر من التي حدثت بالفعل بعد وفاة الشخصين. ربنا يرحمهم ويشفي المصابين ويقومهم بالسلامة، ويحافظ على كنيسته ويرعاها، ويحافظ على كنيسته ويحميها من أي انفجارات أو أي هجوم أو أي كوارث أو أي مشاكل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.